برنامج تسجيل الأسلحة. أنا شفت الأخ العزيز عميد مقداد كان له تصريح وبيان خاص بهذا الموضوع ممثلا عن وزارة الداخلية. حقيقة موضوع مفرح، لكن نريد نعرف التفاصيل، شلون تكون قضية تسليم الأسلحة، شراء الأسلحة، اكو برنامج خاص يكون بشكل طبيعي؟ الناس متخوفة عن هذا الموضوع وما عندها معلومة عامة وشاملة. طيب، أعلنت الوزارة مشروعها الاستراتيجي لحصر السلاح بيد الدولة، وكان الإعلان الرسمي يوم السبت الفائت. المشروع انطلق وفتحت كل مكاتب بجميع مراكز الشرطة، وأيضا اكو شعبة مختصة مركزية في داخل القيادة لتسجيل الأسلحة، وفي كل مركز توجد وحدة متخصصة لحصر السلاح بيد الدولة. بلي. المشروع قائم على الإلكترونيا، اكو نافذة إلكترونية، نافذة أور، بإمكان المواطن من خلال حاسبه أو خلال الموبايل الشخصي الولوج إلى الإنترنت وتحديث بياناته واستصدار الاستمارة الخاصة بتسجيل السلاح. جيد. اكو نوع للأسلحة معينة، خفيفة متوسطة؟ الأسلحة المسموح للمواطن ما شاء الله يعني. نعم، هي الأسلحة تنقسم إلى 3 أقسام. الأسلحة الخفيفة والمتوسطة، وأكو أسلحة تذكارية. فضلا عن الأسلحة الثقيلة، هذا مو مدار بحثنا. الأسلحة الخفيفة اللي مسموح للمواطن أن يحوزها أو يقتنيها هي المسدس أو البندقية فقط. لكل أسرة، لكل بيت يعني مستقل إلى قطعة واحدة. يعني مسموح بقطعة واحدة الآن؟ نعم، حيازة فقط. زين، هذا اللي عنده الآن ممكن يسجل فقط؟ نعم. اللي عنده إضافي هذا يتعرض إلى مسألة قانونية؟ أكيد. أكيد. يعني حسب الاستراتيجية الموجودة أنه قطعة لكل بيت، ما زاد عن ذلك بإمكان المواطن يسلمها والدولة تشتريها من عنده ضمن السقف الزمني الموجود لهذا البرنامج. من أين إلى أين؟ يعني وقته، مدته؟ يعني اكو وقت محدد. الآن وانطلق؟ الآن انطلق. تجربة بعدها يعني بدأت حديثا. وقت محدد، بعد هذا الوقت راح يبدي المساءلة القانونية. هي استراتيجية أقرتها الوزارة لغرض تقنين وجود السلاح داخل البلد. السلاح مثل ما تفضلون حضراتكم موجود داخل كل المنازل يعني. فاحنا حتى نحد من هاي الظاهرة. تعرف اليوم الرمي العشوائي الموجود، تعرف اليوم في عندما يفوز المنتخب يصير رمي، بالعرس يصير رمي، بالفاتحة يصير رمي، متعددة المناسبات. صح. حتى الوزارة تحد من هذا المشروع وتحافظ على حياة المواطن، عملت على إصدار استراتيجية خاصة سمتها استراتيجية حصر السلاح بين الدولة. هاي الاستراتيجية ضمنها سمحت إلى المواطن باقتناء قطعة سلاح، ليس لكل مواطن، لكل أسرة، لكل دار مستقل. دار مستقل؟ نعم، لكل دار مستقل إلا مسموح له أن يحوز سلاح مرخص. نعم. ما زاد على هذا السلاح يتم تسليمه للدولة وفق مبالغ، والسلاح المتوسط فما فوق أيضا يتم تسليمه للدولة وبمقابل مبالغ مالية. حددت هذه المبالغ أم لم تحدد؟ المبالغ ستحدد. الآن راح يتم جرد لهذه الأعداد الموجودة، وبعد ذلك ستحدد المبالغ وتصرف.